النائب والوزير المغربي السابق محمد مبدع على ذمة التحقيق في قضية تلقي رشا وشبهات فساد، وفق ما أفاد الخميس مسؤول في جمعية تقدمت بشكوى ضده. وقال المحامي محمد الجلوسي عن الجمعية المغربية لحماية المال العام لوكالة فرانس بريس إن قاضي التحقيق في الدار البيضاء قرر إيداع 8 أشخاص السجن رهن الاعتقال الاحتياطي، بينهم الوزير السابق مبدع، للتحقيق معهم في تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ. وأكد وكيل الدفاع عن مبدع لوسائل إعلام محلية أن موكله بات موقوفا، ويلاحق 5 أشخاص آخرين في القضية دون أن يتم توقيفهم، وكل المتهمين موظفون في بلدية مدينة الفقيه بن صالح وسط التي يرأسها مبدع. وأوضح الجلوسي أن القضية تتعلق على وجه الخصوص بشبهات رشا في منح صفقات عمومية تقدمت الجمعية بشكوى للتحقيق فيها العام 2020. وتولى مبدع 69 عاماً منصب وزير منتدب مكلف بالوظيفة العمومية بين 2013 و 2016، وهو مسؤول في حزب الحركة الشعبية اليميني المنتمي حالياً إلى المعارضة البرلمانية. وعادت القضية إلى الواجهة مؤخراً بعد موجة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي ضد انتخاب مبدع رئيساً للجنة العدل في مجلس النواب، وهو منصب تقدم لاحقاً باستقالته منه. ويعد